حل علينا أحلى شهر في السنة، شهر رمضان الكريم، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر التسامح، الشهر اللي احنا لما بندعي فيه بيبقى عندنا يقين تام ان ربنا هيستجيب، سواء بقى في شهر رمضان طبعا او غير شهر رمضان. كتير ربنا بندعي له بحاجات وبتتحقق، بس ممكن تتأخر شوية على ما تتحقق. ليه حكمة، هو أكيد ليه حكمة في كل حاجة بتتأخر، وأوقات بيحرمنا من حاجات، بس هو مش بيحرم برضو بمعنى كلمة بيحرم، هو عارف خبايا حاجات انتوا مش عارفينها، عشان كده ممكن ما يكونش استجاب بس هيعوضنا في حاجة تانية. وعشان كده عملنا برنامج اسمه دعوت فاستجاب، وده اللي هنطلع منه بحلقة كل أسبوع في رمضان عندي على البيج، وهنأجل بقى برنامج تخيل كده لبعد رمضان. أول حلقة بقى معانا في حد هتتكلم معانا عن قد ايه هي دعت ربنا كتير جدا ان ربنا يرزقها بطفل، وقعدت سنين كتير متجوزة وما كانش بيحصل النصيب، لحد ما في لحظة بعد سنين كتير ربنا استجاب. ما تيجوا نشوف هي بتقول ايه. معجزة ربانية. أنا حابة أحكي لكم النهاردة عن أكبر معجزة ربانية حصلت لي. أنا اتجوزت وقعدت 11 سنة، ربنا ما أكرمنيش بأولاد. وطبعا أكيد طبعا عملت الفحوصات وكشفت وقعدت أول سنة، وبعد كده كله أجمع إن يعني دي بقى ما فيش شيء يعوق ان يحصل حمل ويبقى عندي اولاد. فطبعا كله بالدعاء وفضل دعاء لربنا والتقرب طبعا الى الله وبالادعية. فعلا يعني اكرم شيء او احسن شيء ان الانسان يلتجئ الى الله والى الدعاء. ربنا كرمني بعد 11 سنة، ربنا كرمني بعمر ابني. عمر دلوقتي ما شاء الله 14 سنة. طبعا أنا حابة أقول لكم إن الدعاء والالتجاء لربنا ده أعظم شيء. كل ما بنتقرب لربنا في اللي احنا عايزينه أو الأمنية اللي بنتمناها أو الشيء اللي فاقدينه ونتقرب لربنا بالدعاء، ربنا كرمه كبير جدا. وطول ما العبد بيتقرب الى ربنا اكيد ربنا هيتقرب له وهيستجاب لدعائه. وفعلا ده اللي حصل لي. فوجئت كده بدون اي بقى بحث عن دكاتره او اجراء فحوصات تاني، اني قعدت 11 سنه. جت مره واحده بقى، كانت المفاجاه من عند ربنا والقدر اشاء. يعني بالظبط، يعني ربنا قال كن فيكون. لقيت بقى مرة واحدة البشرة كده والفرحة بان انا الحمد لله ربنا كرمني وان انا حامل. فربنا كرمني بعمر بعد 11 سنة، هو دلوقتي ما شاء الله 14 سنة، ربنا يحفظه ويخليهولي. فانا حبيت اقول لكم عن تجربتي، كله بالصبر وكله بالدعاء، ربنا بيستجيب ان شاء الله.